يا صباح العسل. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني يا بنات جدا. النهارده طبعا الجو ساقع اليومين دول جدا جدا جدا. عايزين نعمل حاجه حلوه كده وحاجه تدفينا في السقعه الجامده قوي قوي اللي احنا فيها دي. هنعمل مع بعضنا رز المعمر، بس هنعمله الحلو. يلا بينا نشوف خطواته مع بعض. هنا انا معايا مقدار كوبايتين رز، عليهم 3 كوبايات ميه مغسولين، وزي ما انتوا شايفينهم كده حط عليهم 3 كوبايات ميه. رز مصري بلدي عادي خالص، ما فيهوش اي حاجه. تقدري بقى ايه تعملي زي ما انت عايزه. هنا طبعا انا عملت في صينيه عشان خاطر احنا كنا هنا مع بعضنا. طبعا انا سبته على النار لحد ما طبعا الرز شرب الميه بالشكل ده، ونزلت عليه بكيلو لبن حليب. كالعادة زي ما انتوا عارفين ان انا بحب اشتغل باللبن الحليب بس. وطبعا انا هفضل ايدي فيه وهفضل اقلب فيه بالشكل ده، عشان خاطر انا ولا عايزاه يكلكع مني، ولا عايزاه يبقى ايه فيه كتل كده. لا، انا عايزاه يبقى ايه سايب كده خالص. طبعا انا هنا هنزل بالايه بالسكر بتاعي. طبعا السكر بتاعك ده على حسب رغبتك. في ناس تحبه مسكر قوي قوي، وفي ناس تحبه وسط، وفي ناس تحبه يعني شوية دلع. احنا بنحبه وسط، فدول اخدوا مني في حدود 6 او 7 معالق بس. وبرضه هفضل اقلب فيه. بصوا بقى، هنا انا بحب اللبن البلدي اشتغل بيه. ليه؟ هنا اللبن كان هنا عمل لي وش، الوش ده يعني بصي بيبقى تحفة، بيبقى خطير في الاكلات اللي زي دي. وبعدين ده رز معمر، فلازم اكلة تقيلة. بس فطبعا مش هينفع معايا اللبن اللي هو العلب او الكلام ده. لا، انا بشتغل باللبن البلدي اللي هو بيبقى من السوبر ماركت. بس انا هنا نزلت بمعلقتين سمنه بلدي، وكان كمان عندي سمنه بقري، فكمان ايه نزلت عليها بمعلقه. وبعد كده هفضل برضو اقلب فيها. بعد كده طبعا انتوا زي ما انتوا شايفين كده الشكل بقى تحفه قدامكم. اللبن مع السكر مع السمنه مع الرز بقى حكايه. دي احلى تركه هتحطيها فيها كيس لبن نيدو. هتفضلي بقى مش هنا مش هندوبه في ميه زي الكريم شانتيه. لا، هنا مش هيكلكع منك. بس انتي واحده واحده كده وقلبي فيه بالشكل ده وبالمنظر ده، هتلاقيه فك. بيدي طعم حلو قوي كمان، اصلا بيدي يعني تكمله حلوه. بس وخلاص كده دخلنا الفرن على نار عاليه، رف وسط، ولحد ما اخد الوش اللي اخده ده. وتمام قوي قوي كده. طبعا هنا انا عملت في صينيه، انت حابه تعملي في طواجن كان بيها. بس هنا قطعناه بقى وبصوا قدمناه. بصوا كده، بصوا الوش بتاعه عامل ازاي تحفه. وطريقه الرز دي بالمقدار ده مش هيخلي الرز معاكي معجن، بالعكس انت هتلاقي الرزايه غير التانية. بصوا بالشكل ده حاجه كده تحفه تحفه. ما تنسوش اللايك والاشتراك ودعموا القناه.